السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده في الفيديو ده هجاوب على كل الأسئلة اللي جات لي على نعمل ايه بعد ما خلصنا الحروف، او ايه المرحلة اللي هتخليني ابقى متأكدة ان انا كده خلاص اعدي مرحلة الحروف وابدأ مع ابني مرحلة جديدة. النهارده بإذن الله تابعوا الفيديو، هنتعرف مع بعض على كل حاجة بتخص ما بعد الحروف. أول حاجة هنتكلم عليها هي ايه الحاجة اللي تخليني ابقى متأكدة ان ابني خلاص اتقن الحروف. اسأله في كل الحروف وابقى وهو يجاوب على كل الأسئلة وما بيتلخبطش خلاص في أي حرف، ويبقى خلاص أتقن كل الحروف اللي أنا بسأله عليها. فأنا هسأله إزاي عن الحروف؟ هسألها له كده، هقول له ده حرف الإيه، ألف باء تاء، وأبدأ أمشي معاه بالترتيب؟ لا. أمال هعمل إيه؟ هبدأ أسأله في الحروف متفرقة، يعني أقول له ده حرف الإيه؟ الطاء. ده حرف الإيه؟ الباء. ده حرف الإيه؟ الجيم. ده حرف الإيه؟ ألف همزة. ابدا اساله على الحروف، مش احنا خلاص خلصنا الحروف، اساله في كل الحروف متفرقين، ما اسالهملوش بالترتيب لانه ممكن يكون حافظهم الف باء تاء بالطريقه دي. فيبقى اول حاجه هعملها مع ابني او الطفل اللي انا بعلمه ان انا اساله، اخليه يشاور على الحروف اللي انا بساله عليها ويقول لي هي ايه ديت، او فين حرف الطاء او فين حرف الالف، او هو كمان يجاوب يقول ده حرف ايه، بس متفرقين. وفي مرحله مراجعه الحروف دي ممكن في اول يوم او تاني يوم، بما ان مثلا انت كل يوم بتدي الطفل او كل فتره بتديله حرف، طبيعي قوي ممكن وانت بتساليه عن الحروف يبقى فاكر الالف وفاكر الباء بس مش فاكر الطاء. فما تقلقيش. هتعملي ايه في المرحله دي؟ مش معنى كده ان هو مش عارف حرف الطاء وهنفضل تاني نراجع ونذاكر ونبقى هو كده مش عارف لا. طبيعي جدا انه في البدايه ممكن يبقى ناسي، عشان كده بنعمل مراجعة على الحروف كلها عشان بس نعمل له إعادة تذكرة كده بالحروف اللي احنا خدناها. هتفضلي مثلا في مرحله المراجعه، خليكي في مرحله المراجعه دي اسبوع اسبوعين، المهم ان انت ما تخرجيش من المرحله بتاعه الحروف الا وهو متقنها لانها مرحله مهمه جدا. طيب ازاي كمان براجع له الحروف؟ بفضل اجيب الحروف باشكالها كده الاساسيه واقول له ده حرف الجيم، ده حرف ايه، ده حرف الجيم، ده حرف ايه، ده حرف الالف. لا، ببدا اجيب له اشكال الحروف ومواضع الحروف وانا بساله بما ان احنا خدناها. يعني مثلا اكتب له مثلا حرف الباء بالشكل ده، شكله في وسط الكلمه، وابدا اقول له يلا يا حبيبي ده حرف ايه. هو ممكن يقول لي ده حرف الباء ويبقى متاكد، وممكن يبقى لسه شاكك. انا بقى ايه، ابدا ان انا اشجعه، ايوه ده حرف الايه، تحتها نقطه باء، وافضل معاه. بس ده شكلها في وسط الكلمه، شايف ازاي عندها ايد اهي مدتها عشان الحرف اللي قبلها والحرف اللي بعدها، يبقى ده شكل حرف الباء في وسط الكلمه. وابدا اعمل معاه كده في كل الحروف اللي انا عايزه اعرف انا بنفسي هو فعلا اتقن المرحله دي ولا لا. من حرف العين، عارفين ان حرف العين بيتلخبط فيه الاطفال جدا 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 في وسط الكلمه واول الكلمه كمان بيتلخبطوا فيه جدا. فطبيعي ان هو في البدايه هو خلص مرحله الحروف، بس وانا بساله في مواضع الحروف لازم اركز شويه. وقبل ما اقول لا ده انا هرجع لمواضع الحروف وهرجع تاني اسسه وهرجع تاني، لا، افضل كده كام يوم افضل اساله واشقلب له الحروف، واي حاجه يتلخبط فيها خلاص اعدي اليوم وتاني يوم اساله فيها، وبعدين الخبط تاني واساله في نفس الحاجه اللي اتلخبط فيها لحد ما ان شاء الله يتقن المرحله دي. خليني انا ابني مثلا خلاص خلصنا مرحله الحروف بس هو مش عارف غير الحروف الاساسيه دي، ماشي برضو مفيش اي مشكله. يعني ايه؟ يعني بساله في حرف، ده حرف الايه، حرف الحاء، اجيبه له مثلا باي شكل تاني اقول له طب ده حرف الايه، مش عارف الحرف شكله لما بيتغير في الاول او الوسط او الاخر هو بيتلخبط فيه. هعمل ايه مع الطفل ده؟ الطفل بقى اللي بيتلخبط في مواضع الحروف او في الاشكال بتاعتها في الكلمه وما بيبقاش عارف ده حرف الايه، هعمل ايه؟ هبدا اديله، مش هديله بقى الحروف، لا، هبدا اديله مواضع الحروف. على فكرة ده درس كامل كويس جدا وجميل جدا بياخدوه الأطفال اللي ما بيبقوش مثلا عارفين كويس مواضع الحروف أو كده، بياخدوها بقى باستفاضة. يعني إيه؟ يعني هرجع تاني مع الطفل أجيب له حرف الألف ومواضع حرف الألف، حرف الباء وأشكال حرف الباء، حرف الحاء وأشكال حرف الحاء، حرف الكاف وأشكال حرف الكاف، وأجيب له كل الحروف ومواضعها عشان التأسيس هو البداية. يعني لازم من البداية خالص أنا أسسه كويس
وما نقلش من مرحله لمرحله الا وهو متقنها عشان ما يواجهنيش اي مشاكل بعدين. طيب خلاص، خدنا وقتنا وراجعنا مواضع الحروف وراجعنا، او طفل بقى عندي مثلا خلاص هو عارف اشكال الحروف، بوري له الشكل، بوري له الحرف في اي مكان في الكلمه بيعرفه فورا. الطفل ده ايه المرحله اللي بعد كده اللي هعملها معاه؟ ان انا هبدا فورا اخليه يقرا الحرف بصوته. ازاي؟ الله يا كتكوت يا صغنن، يلا ده حرف الايه؟ حرف الكاف. بس فوق راسه ايه؟ مش احنا خدنا الشرطه المايله الصغيره دي اسمها حركه الفتحه؟ يبقى صوته ايه؟ مفتوح. هنقول ايه؟ خليه هو يقول كاف فتحه كا، يبقى صوته وهو مفتوح كا. طب ده صوته ايه؟ با. طب ده صوته ايه؟ حا. يبقى كده بعد ما دام انا اتاكدت ان هو عارف اشكال الحروف وعارف الحروف وعارف موضعها، ببدا اساله على صوت الحرف اللي انا اديته له. يعني خلاص انت عرفت صوته، طب يلا بينا. وبعمل الحركه دي مع كل الحروف وبرده متفرقه. طيب خلاص، لقيت ان الطفل اللي معايا شاطر جدا وممتاز، وبيبدا ان هو يعمل ايه؟ بيبدا ان هو يقرا الحرف مفتوح وعارف صوته. ايه الحركه؟ ايه الخطوه اللي بعد كده؟ اني ابدا اديه كلمه ثلاثيه مفتوحة واخليه يقرأها. زي ايه؟ كتب، زي كلمة كتب. طب بخليه يقرأها ازاي؟ يلا، مش هقول له من البداية يلا يا حبيبي تعالى خد اقرأ، يلا ايه الكلمة دي اقرأها يلا، ولو ما قرأهاش اعمل له مصيبة؟ لا طبعا. طبيعي ماشي، هو عارف ما تفتكريش ان هو خلاص عشان عارف الحروف وعشان عارف الاصوات وعشان عارف مواضعهم ومتاكد وعارف كل حاجه ان هو هيقرا لوحده. لا، هو برضو بيبقى محتاج مننا مساعده في البدايه. ازاي؟ نبدا نستهجى معاه في البدايه، ومرحله ان انا استهجى معاه دي هتاخد فتره معانا، بس ان شاء الله بتجيب نتيجه حلوه جدا. وبرضو مش هنمشي من اي مرحله الا لما نتقنها. يعني نقول له ده حرف الايه؟ حرف الكاف. اتفقنا ان هو فوقه حركة الفتحة بننطقه كا، يبقى ده كا. وده حرف الايه؟ حرف التاء. وفوقه برضو حركة الفتحة يبقى صوته تا. طب ما تيجي كده تقرأ الحرفين الأولانيين كده مع بعض، نقول بالأصوات يلا صوتهم كاتا كاتا. برافو عليك. والحرف الأخير با، يبقى على بعضها كتابة. لازم تبقى دي طريقتك معاه وهو بيستهجى لأول كلمة ثلاثية لسه بيتعلمها. لازم تبقى دي الطريقة. هيستهجى الأول حرفين مع بعض، الصوتين والصوت التالت لوحده، وبعدين كتابة. بعدين يلا قولها بسرعة كتبة. خلاص انا بقى لقيت ابني عارف مواضع الحروف وعارف الحروف وعارف اشكالهم وعارف كل حاجه بس مش عارف الاصوات كويس. هبدا اعمل ايه؟ هبدا اديله حركه الفتح مع كل الحروف تاني من البدايه، والموضوع هيبقى اسهل. لكن اهم نقطه في الموضوع ده في المراجعه اني بعرف نقطه الضعف عند ابني ايه. ما بخليهوش يمشي في مرحله تانية الا وانا متقنه المرحله اللي قبلها. خلاص اول ما بلاقيه خلاص مش عارف صوت الحرف، لا برجع تاني للاصوات، او ببدا تاني ابدا ادي معاه ادي بقى ايه؟ حركه الفتح من الاول خالص، وابدا اقول له الالف صوته ايه والباء صوتها ايه وهكذا لحد ما يخلص ونوصل لمرحله الكلمه الثلاثيه. باذن الله في الفيديوهات الجايه هنبدا نتعلم مع بعض درس ايه اللي المفروض ناخده بعد الحروف. ونبدا ان شاء الله باذن الله نتعلم مع بعض كمان كراسي الهمزه. فتابعونا، ويا رب الفيديو يكون مفيد لكل الناس اللي سالت عن ايه اللي المفروض اعمله مع ابني بعد الحروف. وان شاء الله باذن الله تكونوا كلكم مبسوطين ودمتم قويات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.